هيدي التقلية أخدت لنا الوصفة لعالم تاني. بهالطقس البارد الفاصوليا والرز طبق شتوي ما فينا نتجاهله، بينعمل بأكتر من أسلوب وطريقة، بس بهالفيديو حتتعلموا كيف تعملوا الفاصوليا على أصولها. أنا التيتا سوسو، وهي هي الوصفة الأصلية للفاصوليا باللحمة، وبسم الله يلا نبلش. بالبداية أنا نقع الفاصوليا من قبل بليلة، وهلأ بدي شيلها من ميتها وحطها بالطنجرة. ومنضيف ملح وكمون وبغمرهم بالمي. وبشعل تحت منهم وبتركهم حتى يغلوا بلا ما غطيهم، حتى ما يفوروا على الغاز ويبهدلوا لي الدنيا. وهلا كل الريم يلي بيبين معنا على الوجه بدنا نشيله. ومنهدي الغاز وبنتركهم حتى يستووا تماما. وهيك صاروا معنا جاهزين. وهلا بنصفيهم من المي وبنتركهم على جنب. والخطوة الثانية بدنا نقطع اللحمة راس عصفور، فيكن تكبروا أو تصغروا القطعة مثل ما بدكن، هيدا الأمر بيرجع لكم وكيف أنتم بتحبوها بالطبخ. أنا عندي اللحمة كتير طرية ومنا بحاجة أبدا للسلق. وهلأ بطنجرة بنحط معلقة سمنة كبيرة، وبضيف بصل كبيرة مقطع مكعبات صغيرة، وبزدهم معلقة من معجون الفلفل الحار، وبقلبهم شوي، ورشة ملح صغيرة، بعد ما دبلت البصل شوي بنزل علينا اللحمة، ورقتين غار وعود قد، بهرسهم سنين توم، وملح حسب الرغبة، وكزبرة ناشفة، ونص معلقة كمون، ومعلقة فلفل أسود، وبقلبهم مع بعض. هاي البندورة أنا عملتها على إيدي. وبضيف لهم معلقتين كبار من رب البندورة، وبنزل عليهم الفاصوليا المسلوقة، وبقلبهم مع بعض شوي وبغمرهم بالمي. وبغطيهن وبتركهم يغلوا على مهلهم. وهلا بدنا نجهز لهم التقلية يلي بدها تعطينا الطعم الرائع والمميز لطبختنا. معلقة سمنة كبيرة، ومعلقة كبيرة توم، ومعلقة كبيرة كزبرة خضراء أنا مفرستها.
وهني وعم يغلوا بدنا نفقش هالتقلية على وجهن. ونتركهم يغلوا شي 5 دقايق، وهيك طبختنا صارت جاهزة للسكب مع الرز. إذا عجبتكم هالوصفة لا تنسوا تكتبوا لنا بالتعليقات ولايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وشكرا من القلب.